كاينه البطاطا وكاين البطاطا القصبيه، المخ ديال الخضره. عزل لي المخ بطرابها مع اللحيمات ياك. ويلي يا سلام يا سلام، اللي ما كلاش بطاطا قصبيه ما كلا والو. يعني انت غتسالي باش نقولوا للناس ياكلوها دابا شهر وكاك ولا بقى لها شهر وبالي. بغيتي تعرف المزايا وواحد المعلومه مهمه بزاف وما تسكروليش. المخ ديال الخضره هي بطاطا قصبيه. لا بطاطا ديال القصبيه ها هي وبترابها عزيز عليا. غنمشي لك نيشان الحوايج اللي مهمه بزاف، عامره بالمغنيسيوم، النحاس، البوتاسيوم، المونغانيز، فيها واحد النشا مقاوم ما كيتفاكش، وفيها الياف جيده، وبالتالي فالناس اللي عندهم سكري نوع 2 ما غتطلعش لهم نسبه السكر في الزربه. النشا اللي فيها المقاوم والالياف اللي فيها شنو كدير؟ كتغذي ليا البكتيريا النافعه، وبالتالي كيلعب دور ديال بريبايوتيكس يغذي البكتيريا النافعه. الناس اللي عندهم قولون تقرحي مزيانه ليهم غتعاونهم وغتنقص لهم من الالتهابات. وهاد البطاطا القصبيه هادي راه مزيانه للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن. نزيدك واحد المعلومه، الكيرسيتين مضاد اكسده قوي، كدير الوقايه من السرطان وكتنقص الاكسده ديال الخلايا. واش بان لك؟ ضروري تاكلها مع شي طويجين فيه اللحم. هذه هي الوقيته. بارطاجي ليا لا بطاطا ديال القصبيه بطرابها مع صحابك واكلها وربي.